هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. الخطوة اللي انت تخطيها كمل وياك ترجع فيها، ارسم حلمك يلا بنيها، ارسم طيارة وتربيها، هتلاقي المسافات بتقرب، بس تجدعن يلا وجرب، والأتوبيس هيعدي عليك هيساعدك والحلم يقرب. كل محافظة وكل مدينة لو مشروع لسه ببدرينا، ارمي حلمك بس علينا هيطلع للنور، الأتوبيس هيلف يدور ويقلب في طريقك نور، هيساعدك توصل لطريقك وتحس معاه بسرور. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. يمكن تكون العلاقة ما بين المستثمر الصغير تحديداً والمستثمر الكبير هي اللي تقدر تحدد حجم العمل الذي يجري في أي مكان. يعني مثلاً في بورسعيد هنلاقي واحد من أكبر المستثمرين على مستوى مصر يمكن من منطقة الشرق الأوسط هو رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أيضاً رئيس جمعية المستثمرين ببورسعيد المهندس محمد السيد، واحد من كبار المستثمرين ومن الناس المهتمين بالعمل العام وبالمسؤولية المجتمعية كمان حتى لمؤسساتهم وللمؤسسات العامة اللي بيشتغلوا فيها. أهلا وسهلا بحضرتك معنا في برنامج الأتوبيس. اهلا بيك. الحقيقه احنا عارفين حضرتك طبعا يعني عملت كيان اقتصادي عملاق وعظيم جدا وبنفخر بمنتجاته وشايفينها في كل دول العالم، والحقيقه بتدينا شهاده جوده ويمكن تدينا فرصه كمان ان احنا ننمو في قطاعات صناعيه اخرى. ولكن النهارده انا عارف حضرتك رئيس جمعيه المستثمرين ورئيس جمعيه المستثمرين المشروعات الصغيره، وعندكم تجربه مميزه جدا في دعم المشروعات متناهيه الصغر. الحقيقه احب اعرف من حضرتك يعني ايه دوركم في ده وقدرتوا تعملوا يعني ايه الانجاز اللي تم تحقيقه في هذا الملف؟ بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، دي جمعيه موجوده مؤسسه من حوالي 22 او 23 سنه. كانت مؤسسه عن طريق اليو اس ايد زمان، المعونه الامريكيه. كانوا بيدونا مبلغ قرض حوالي 2 مليون دولار اتعمل بيه وديعه ونستلف من البنك بضمان هذه الوديعه ونسلف الى صغار المستثمرين المشروعات الصغيره. يعني في محلات، حلاق، بقال، الحاجات بتديله مشروع وبتسدده. كان في حدود 25,000 جنيه الاول، دلوقتي احنا زودناه ل 100,000. يعني دكتور عايز يعمل عياده وبتاع عايز حاجه برضه، يعني كل المشروعات كنا بنسدها. الجانب الاهم والاكثر بقى منه اللي هو ستات البيوت، المعيلات مش معيلات، حتى معيلات او متجوزه عاده ست ست بس قاعده بتعمل مشروع، هي قاعده في البيت بدل ما تركب مواصلات وتروح وتعمل الحاجات دي كلها.
في انشطه كتيره جدا بتتم في البيوت، الستات بيعملوها في الاحياء الشعبيه والغير الشعبيه والريفيه. احنا لما دخلنا بعد كده دمياط، الريفيات بيبقوا اكثر نشاطا من اللي في المدينه يعني. ففي ناس بتشتغل لمطاعم تجهز لها جمبري، تجهز لها مش عارف وتوديه لها، في ناس بتعمل هدوم، تصنع هدوم، في ناس يعني انشطه كتيره جدا جدا. وده اخذ يعني كنا بنسلف الاول 1000 جنيه بس، بيجوا كله 5 ستات في منطقه يضمنوا بعض الخمسه ولهم مريصه. وفي مشرفه من عندنا احنا بنتابعهم دايما وياخدوا الدفعات كل اسبوع وهكذا. وده كان نسبه سدادهم تقريبا 100%، ما كانش في حد متخلف عن السداد، او ممكن 99 وحاجه زي كده يعني. المشروع مع الوقت كبر قوي قوي قوي، فلما خلصنا بورسعيد دخلت على محافظه دمياط، خلصنا دمياط ودخلنا على الدقهليه. فدلوقتي الجمعيه بتسلف، يعني انا كنت واخد الجمعيه كانت بتسلف 4 أو 5 مليون، دلوقتي بتوصل 500 او 600 مليون. 600 مليون جنيه. وكان فيها بتاع 10 12 موظف، النهارده بقى فيها بين 600 او 700 موظف، كتير جدا يعني. فاحنا دلوقتي بقى لنا هدفين، احنا بنشغل موظفين، بنشغل شباب يعني كانه بنك بالظبط، هو شغال زي بنك، هو بنك، هو بتمول المستثمرين الصغار جدا او سيدات البيوت الراغبات في العمل. البشاير الخير ده هو ده اكبر مشروع موجود في الجمعيه بتاعتنا، وهي ما شاء الله الجمعيه ناجحه جدا جدا جدا. تقريبا كام يعني قدرتوا تسلفوا يعني كام سيده مثلا في المشروع ده، او كام مشروع؟ لا حاليا مسلفين 160,000 الحالي. 160,000 دلوقتي 160,000 وبيزيدوا على طول يعني، بيزيدوا، ما عندناش مشكله. يعني 160,000 سيده ولا 160,000؟ لا يعني تقدر تقول 100 ويمكن 110,000 سيده، وال60,000 دول مشروعات ثانيه. مشروعات ثانيه يعني واحد عنده تاكسي عايز يعمل له حاجه بياخد برضه قرض، حلاق بياخد قرض، بقال بياخد قرض، مفيش مشكله وتسدد، لان طبعا الجمعيه في ميزتها انها ما فيهاش الاجراءات الصعبه بتاعت البنوك. يعني هذا 10,000 ضمانات شخصيه، لو راح البنك بقى هيخش في متاهات، هات كذا وهات كذا. لكن عندنا بيروح له راجل في 10 دقائق بيتاكد ان هو عنده المحل والعقد ده بتاعه، يعني حاجات معينه، وبيمضيه على الاصرارات وبيدوا له القرض على طول، وبيتابعوا بقى، بيعملوا له فولو اب، ما يسيبوش لغايه ما لا كل شهر لازم يسدد والكلام ده كله. وبعدين عايز يجدد 1000 واحد دول، يعني هي برضه النسبه اللي هي العاليه جدا اللي هي بتقترب، حضرتك بتقول تزيد عن 99%. بالظبط، وهي دي اللي عامله دور اجتماعي فعلا في المجتمع جميل جدا جدا. والجمعيه بيطلع لها فرق، يعني احنا بناخد وقت الفلوس من البنك، بياخد فايدته من الراجل ومرتبات الموظفين دول، يعني هي غير قابله للربح، عشان تقدر كمان تضمن استمراريه العمل. بالظبط. فبتبقى شايله نفسها. شايله نفسها بالظبط. واحنا مأمنين برضو تأمين كبير، يعني الوقت الرقابه الماليه بدأت الدوله تهتم بالجمعيات ديت وتدخلها في ضمن الرقابه الماليه كانها بنك بالظبط، عشان قطاع البنوك على اساس ان الموضوع ده بقى مهم جدا. احنا جمعيتنا هنا في بورسعيد، وفي جمعيه في اسكندريه برضو كبيره، وفي القاهره في 4 أو 5 جمعيات على مستوى الجمهوريه، من ضمنهم بورسعيد اللي هي كبرت قوي وتجاوزت حدود المحافظه وراحت لدمياط والدقهليه. بالظبط. مجلس الاداره كلهم رجال اعمال من المنطقه الصناعيه هنا، كلهم رجال اعمال كبار يعني موجودين، وفيهم استاذ جامعي، وفي ناس خبراء في المال، يعني المجلس 11 واحد او 13 واحد تقريبا، كلهم ناس خبراء وكله تبرع وشغالين كويس جدا جدا. والجمعيه دي احنا سعداء جدا بها لانها عامله شغل كويس جدا. احنا عارفين ان بورسعيد من زمان هي اصلا مدينه تجاريه، باعتبار ان هي كانت شغاله في المنطقه الحره والتجاره وذلك. طبعا بعد الغاء المنطقه الحره في بورسعيد، ابتدى الشباب وابتدت الناس كلها تتجه لان احنا نشتغل في الصناعه. وطبعا المنطقه الصناعيه نفسها اتطورت وكبرت وبقى فيها مصانع اكتر، وبقت النظره لبورسعيد على انها مدينه صناعيه بقت نظره افضل، وبقت هي دلوقتي بتتحول، لان التجاره عندنا بقت تقريبا شبه يعني قليله. والشباب نفسه كان فكره كله رايح للتجاره، وان انا اشتغل في التجاره وما الى ذلك. دلوقتي بدا يتجه ان هو يشتغل ويتكيف مع فكره ان انا اتعامل مع مصنع، وان انا ابقى منضبط بعدد ساعات عمل معينه، مانيش بشتغل الشغل الحر. والفكر ده بدا ينتشر، وبقت بورسعيد معظم شباب بورسعيد لانها بقت موجوده وبتتجه للمصانع. طبعا هي حاجه كويسه، لان اوقات كتير ان العمل الحر ما بيبقاش منضبط، وانت برضو ما هواش العائد بالنسبه لك ما هواش برضو ثابت.
العمل ان انت موجود، انت ضامن اجر ثابت. لو انت منضبط عارف ان دخلك انا كل شهر في عندي دخل. لو حضرتك بتجتهد اكتر وبتعمل اكتر، في عندك تطور، في عندك ان انت تكبر في مكانك، تبقى احسن، وده هيفيدك اكتر في المستقبل. لا انا شايف مستقبل بورسعيد يعني هيبقى شيء كويس، وهتتطور اكتر من كده، لان الاتجاه اصلا اتجاه المحافظه انها بتنشط وعامله مصانع، يعني مصانع صغيره ومصانع متوسطه للشباب وصغار رجال الاعمال وما الى ذلك، وده بيحفز الشباب انهم يتجهوا للصناعه. لما يجيلك رسالة دفع مصاريف شحن وتدخلي معلومات بطاقتك البنكية، يبقى بتوقعي نفسك في المصيدة، كأنك حطيتي رجلك في مصيدة أسود، أو حضنتي صبارة، أو حطيتي إيدك في صعق الناموس، أو حفرتي لنفسك حفرة، أو دخلتي قفص قرود ومعاكي صباطة موز. ما تخليش نفسك صيدة سهلة. ما تدخليش بيانات بطاقتك البنكية على أي لينك يوصلك في رسالة من رقم غير معروف. لو بياناتك راحت، فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هل مفيش نماذج ممكن تتابعوها من بين الناس اللي انتوا يعني هذا الكم الكبير جدا من المستفيدين، نماذج طبعاً. بتكبر وتقدر تدخل في فئه المستثمر او اصحاب المشروعات الصغيره؟ موجود لو سيادتك تحب، بس طبعا الجمعيه هنعمل لهم وقت مقر كبير جدا بنيه، مقر كبير قوي دلوقتي. احنا كنا واخدين مكان في شارع الجمهوريه، بس انا بنيت لهم مقر على 500 متر و7 ادوار وبتشطب قريب، هيبقى حاجه كبيره قوي يعني، وفي منطقه شعبيه برضه. فممكن برضه تقابل مدير الجمعيه هناك او المدراء، يعني ممكن حتى او نكلمه او نيجي معاك نشوف النماذج وتتكلموا معاها. يا ريت طبعا، يا ريت. موجوده ان احنا نشوف نماذج يعني قدرت تنمو من خلال هذا العمل موجوده في بورسعيد، اللي بنحيي حضرتك عليه وكل الساده رجال الاعمال اللي ساهموا في هذا المشروع والاعضاء في مجلس اداره الجمعيه. لا عمل اقتصادي رائع جدا قبل ما يكون عمل انساني. كويس جدا حقيقي يعني. الجانب الاخر بقى حضرتك رئيس جمعيه المستثمرين. جمعيه المستثمرين المناطق الصناعيه في بورسعيد. مستثمري المناطق الصناعيه. طب احنا بنقول كلمه المناطق الصناعيه ده جمع. مظبوط. واحنا في منطقه جنوب الرسوه. مظبوط. لو حبينا نفصل بورسعيد صناعيا، نرسم خريطه لبورسعيد، نقول ايه هي المناطق؟ احنا عندنا منطقه جنوب الرسوه وطبعا فيها هي المنطقه دي اكبر منطقه موجوده دلوقتي. هي المنطقه الاكبر. المنطقه الثانيه اللي هي غرب بورسعيد، ودي مصانع تقريبا كلها بترول يعني. مصانع غرب بورسعيد كلها مصانع بترول، الغاز وكده يعني. في الشرق بدأ يعني هيتعمل منطقه هناك صناعيه كبيره جدا في الشرق، واحنا زرناها مع دي تبع الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس. وفي مصانع في بورسعيد جوه نفسها، جوه المدينه كانت مقامه زمان من حوالي 30-40 سنه. المصانع القديمه موجود يعني تقريبا حوالي في شركات كتيره قصدي في نفس المنطقه دي هنا. دي حوالي 60 او 70 مصنع او شركه قديمه موجودين جوه البلد يعني. بس ومنطقه جنوب الرسوه هي المنطقه الرئيسيه. المنطقه بقى بتاعه الاستثمار اللي هي المنطقه الحره، رئيس الجمعيه بتاعتها اللي هو المهندس حسام جبر، جمعيه مستثمري بورسعيد، دي موجوده من زمان يعني، من اول منطقه الحره. لكن المناطق دي كلها تبعنا احنا بقى دلوقتي. داخل بقى منطقه الجنوب، انا اعرف ان هي متقسمه في منطقه ال 54، منطقه ال 118. حضرتك حضرتك قول لي احنا بدانا هنا في تقريبا في اخر التسعينات يعني، بمنطقه الحوض السمكي اللي احنا فيه حاليا. دي كانت حوض سمك. دي الاسم بالنسبه لايه؟ الحوض سمك فعلا؟ لا، ما هي دي كانت منطقه ايام الحرب كانوا خايفين احسن الميه تقطع عن بورسعيد، لان الترع مسؤوله بورسعيد، فكانوا عاملين ديت حوض يخزنوا فيه الميه الحلوه، لو الميه قطعت عن بورسعيد يبقى فيها ميه. زي مخزن ميه بس في حفره كبيره. لما الهجره خلاص احنا رجعنا بورسعيد، حبوا يستغلوها، عملوها مزرعه سمكيه. لما فكروا بقى يعملوا منطقه صناعيه، قالوا خلاص جففوا الحته ديت ونعملها منطقه صناعيه. دي كانت مليون متر، 240 فدان بالظبط. 42 فدان 240 فدان اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. بعد كده بقى كان في المنطقه اللي هي بحري ديت، كانت لسه منطقه كلها برك تبع البحيره، عملوها منطقه بحري الحوض السمكي. بحري الحوض السمكي. كان في منطقه بقى وانت طالع من المنفذ على طول، منطقه اسمها سين 7 وسين 8، دي برضه منطقه صناعيه فيها المصنع بتاعنا الثاني، وفيها مصنع الحديد والصلب، فيها مصانع كتير، ومصنع كان في مصنع اسمنت بس طبعا وقف عشان البيئه والكلام ده كله. بعد كده اتعمل المنطقه
المنطقه بتاعت المنطقه بتاع هيئه التنميه الصناعيه اللي هي 356 لا فدان. كل دول لسه دي لسه جديده بقى خالص دي. دي لسه جديده، لسه جديدة. لكن المنطقه اللي هي بتاعت السينمار دي، في منطقه هناك كبيره بتاع السينمار واللي قبل بتاعتها دي كلها برضو منطقه تابعه للمحافظه. بعد كده 360 فدان 355 فدان 360 فدان دي بتاعت المنطقه الصناعيه طبعا الهيئه التنميه دي ولايتها المنطقه يعني كل المناطق الصناعيه اللي داخل بورسعيد ولايه المحافظه ما عدا المنطقه اللي هي 356 اللي فيها 118 مصنع اللي فيها ال 118 مصنع بالظبط. لكن دي المحافظه اشترت منهم تقريبا اللي 54 اشترت منهم 54 وبرضه وزعتها بدات تديهم لشباب بورسعيد عشان توطن الصناعه هنا. بالظبط. دي خريطه الصناعه في بورسعيد كلها. خريطه الصناعه تقريبا لو حبينا نقسمهم كده من وجهه نظر حضرتك وارقام تقريبيه يعني بنسبه قد ايه في مصانع كبيره لمصانع صغيره لمصانع متناهيه الصغر في المناطق دي؟ المصانع الكبيره مش كتير قوي انما المصانع الصغيره هي اللي كتيره. يعني المصانع الكبيره يعني عندنا هنا مثلا واحد يعني مش كتير قوي. طبعا سينمار ضخم جدا. السينمار ده اللي هو الهند ده. وبالمناسبه هم دول مستثمرين هنود وانا المستثمر الوحيد المصري في الهند. لما يجي السفير لازم يجي لي الاول. حضرتك مستثمر في الهند؟ انا الوحيد المستثمر، انا المصري الوحيد. كان معايا السويدي والسويدي تقريبا قفل مصنعه هناك. فالشركه بتاعتنا هي المستثمر الوحيد في الهند. حضرتك عندك مصنع بويات في الهند؟ كبير. فهم ما بيجي هنا السفير يعني كان حاجه رسميه بقى. وانا في مجلس، ما احنا متصورين مع الرئيس هناك في الهند. ايوه، في مجلس الاعمال المصري الهندي. فاحنا الوحيدين المستثمرين في الهند. حضرتك ممثل طبعا في مجلس الاعمال. طبعا انا امسك حتى رئيس المجلس بس انا مش فاضي. لكن هم اصلا يعني احنا المستثمرين الوحيدين في المصريين في الهند. فلما بيجي اي زياره من الهند لازم يجوا يزورونا هنا. عشان شطار جدا في صناعات كتير زي الملابس الجاهزه وزي صناعات الكهرباء. شطار بس في الدهانات، في الدهانات السيارات لا. هم عندهم مصانع قدنا 10 مرات. مصنع الواحد يعني. بس النو هاو والR&D ما عندهمش بتاع السيارات. اللي موجود هنا. اللي هنا. وهم كانوا عايزين يعني يشاركونا، قلنا لهم احنا ما بنشاركش حد يعني. احنا بنعمل مصنعنا هناك لوحدنا. القصة كلها بدأت ببرطمان. هنفضل مزنوقين في الهنجر ده لحد امتى؟ أنا مش عارف أمشي يا سامي، مش عارفين نتحرك. ما كناش هنوصل لكل ده من غير مساعدة البنك الأهلي المصري. دي أجود طماطم هتلاقوها هنا. هي الطماطم دي ما بتعملش كاتشب ليه؟ جاهز يا سامي؟ هدول الخبير جون من فلوريدا. مفيش فايدة يا سامي، بعد 40 محاولة عملنا إزازة الكاتشب دي. سامي تعالى لي. ايوه يا ريس. السير ده ماشي بطيء ليه؟ هنسرعه لك يا ريس. احنا كده مش هنصدر يا سامي. ورجعنا لكم مشاهدينا مع رجل الاعمال الناجح كريم يوسف. نجح دي لما افتح مصنع في النرويج. هو انتوا بتسقفوا على ايه؟ احنا فتحنا في النرويج بس. لو طموحك ملوش حدود، دعمنا ملوش اخر. دعم وتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه من البنك الاهلي المصري، دعم ملوش اخر. البورسعيديه يمكن من ساعه انا ما جيت جولات البرنامج الاتوبيس في بورسعيد اكتشفت ان البورسعيديه بيعرفوا العالم بشكل مختلف، بيعرفوا العالم بشكل افضل، بيقدروا يفهموا يعني ذوق العالم، ويمكن ده اللي ساعدهم كمان. يمكن هو كان بالاول بيساعد العالم ان هو يدخل بمنتجاته هنا. دلوقتي ممكن يساعدنا ان احنا ندخل بمنتجاتنا لكل دول العالم. بيفهموا في الذوق، بيفهموا في لغه العالم واذواقهم، ويقدر يعمل منتج مصري قوي. هو بورسعيد مش يعني انا مش عايز ابقى عنصري يعني، لكن بورسعيد في ناحيه وبقيه الجمهوريه في ناحيه ثانيه. بورسعيد بلد اولا المحافظه. حضرتك عرفنا بقى على ناحيه بورسعيد. المحافظه نعرف مصر. لا المحافظه هي المدينه. يعني الضواحي اللي عندنا قليله جدا يعني. اي محافظه هتلاقي هي المحافظه نفسها المدينه العاصمه وحواليها اضعاف حضرتك هنا. فاحنا يعني احنا ما عندناش ضواحي كتيره، المحافظه هي المدينه. المحافظه دي طول عمرها بتحتك بقناه السويس والاجانب، فحتى طباعهم وسلوكهم وشكلهم ومظهرهم وتصرفاتهم هتلاقيها في حته ثانيه يعني مختلفه. يعني سلوكهم مختلف. يعني المواطن البورسعيدي مواطن عالمي. يعني هو يعني هو شكله حتى لبسه وكلامه والحاجات دي كلها مختلفه، وفكره برضه مختلف. وطول الوقت في ملاحظه هنا ان البورسعيديه بيحبوا يظهروا امكانياتهم وفخورين بامكانياتهم
وبيطوروا امكانياتهم. مظبوط كده. واهتموا حتى بمستوى الشكل الحقيقه. يعني يمكن احنا موجودين طبعا، عندنا مصانع في القاهره وفي الاسكندريه، مصانع عظيمه جدا، بس برضه هنا في ذوق زي ما قلت لحضرتك، وده اللي باكد عليه. فكره المبنى، الالوان، طبعا احنا في مصنع الوان وبويات يعني، فلازم تكون لا هو الالوان انا اصلا مثاليه. انا اصلا بحب اما اجي ابني اعمل احسن حاجه. يعني انا حتى وانا بعمل المصنع ده، يعني ناس كتير بقت تنتقدني. يعني انا بحب اعمل حاجه كويسه جدا جدا، يعني مش مهم، انما احب اعمل حاجه كويسه. يعني حتى بعدين انا مفيش مقاولين بيعملوا هنا، انا اللي بعمل المصنع كله بنفسي. يعني انا اللي ببني بنفسي اصلا، وعندي مهندسين مدني من زمان. مش مثلا انا مصنعه كله، فبحب اعمل حاجه كويسه. انا اولادي بيقولوا علي انت مسرف، بس في الاخر بيقولوا حاجه كويسه. طبعا وحضرتك عامل كيان حاجه عظيمه جدا الحمد لله والله. يعني واحد من المعبرين او الممثلين للقطاع الصناعي الكبير، وبنشوف على مستوى العالم كله شركات تحولت ميزانيتها بقت اكبر من ميزانيات دول. وسمعنا عن مستثمر واحد ثروته تجاوزت 300 مليار دولار. بنسمع طبعا حاجات. تمام. فدلوقتي بقت الشركه بقت جنسيه، الشركات بقت بتمثل جنسيات. يعني في بعض الاحيان حد بينتمي، مش عايز اقول اسماء، شركات كبيره جدا وكلها اسماء شهيره جدا. هذا النمط، هل احنا لدينا قناعه في المجتمع المصري وكاجهزه تنفيذيه عندنا قناعه بان المصنع ممكن يتحول الى هذا الكيان العابر لكل حدود العالم، ويتحول زي مثلا لما امريكا فيها هذا الكم الكبير جدا من المصانع، الصين فيها مصنع واحد او شركه واحده، لو يعني بتمثل الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين، وكذا برضو المانيا والدول الاوروبيه بتاع، ساعات بتبقى دوله عظيمه جدا اهم فيها مصنع. هو احنا عندنا نماذج مشرفه في مصر الحقيقه. يعني من يوم ما اتعملت العاشر من رمضان و6 اكتوبر عندنا او فريد خميس، هو من اكبر المستثمرين وله مصانع في امريكا وفي اوروبا وفي روسيا، وده نموذج برضو بادئ من قبلنا طبعا بزمان. يعني في عندنا صناعات كتير، يعني صناعات من اكبر الشركات في العالم. احنا عندنا صناعات مصريه دلوقتي بقت مسمعه او بقت موجوده في العالم كله، لان برضه الصناعه بتبدا صغيره ومع الوقت بتكبر. وده القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا مش زي القطاع العام يعني. انا كنت بسال حضرتك على فكره الشركات التي تحولت الى مانحي جنسيات او عابره للجنسيات. واحنا واقفين في شركه مصريه قدرت تحقق مستوى مبيعات تجاوز 3.5 مليار جنيه سنويا. هل نامل ان احنا ممكن يعني نبدا رحله جديده الى هذا المستوى؟ هو في شركتنا دي الجيل الثاني هو اللي بدا يشتغل دلوقتي. يعني انا دلوقتي عندي 70 سنه فخلاص ربنا يديك الصحه. بس هم الجيل الثاني بقى طبعا عنده فكر كويس ومتعلم كويس وبيروح هنا وهنا، طبعا ممكن عنده قدره ان هو يجاري هذه طبعا هم عندهم ما شاء الله. يعني اولادي والمهندس لطفي البدراوي والجيل الجديد كله يعني طبعا يعني عندهم فكر احسن وبيسافروا ويروحوا هنا. فان شاء الله يعني ما هي بدات ب 150,000 جنيه والوقت ما اعرفش بقت كام، فمع الوقت ان شاء الله الشركه تكبر. بالنسبه لعمالك بقى، العمال اللي بيشتغلوا مع حضرتك هنا، حضرتك قلت لي رقم كبير جدا تقريبا اكثر من 1800 عامل. 1800 بيشتغلوا 1800 هنا وفي الاقسام، لان انا لنا فروع في المحافظات. فروع في المحافظات بتاع الديستريبيوشن بتاعت بتوزع البويات. يعني في اسكندريه في فرع في الصعيد بس العامل اللي هنا محظوظ لانه بياكل بلح ومانجا يعني الثاني برضه 100 وشايف مساحه خضراء كبيره جدا. لا ما هو طبعا موضوع الزرع ده انا اصلا غاوي جدا، بيعمل جو كويس وجو يعني اي فيزيتور اي زائر اجنبي يجي هنا بيبقى مبهور ان في مصنع بويات فيه كل هذا الكم من الشجر يعني. وده بيئيا ونفسيا وكل حاجه كويس جدا. طبعا يعني حضرتك يعني انت كنت بتحكي لي انك انت تقريبا هذا المصنع هو نواه تحويل حوض السمك الى منطقه صناعيه. بالظبط. اول ما بدات المنطقه تقريبا كان اول منشاه. القانون بيدينا حق ان احنا نبني على 60%. لما يبقى عندك 100,000 متر 100,000 متر هتبني على 60 ل 40,000 تعمل فيهم ايه؟ هتاخد شوارع 10 ولا 20، الباقي هيبقى تعمل فيه ايه؟ اعمل فيه شجر والشجر كله بالتنقيط. خلي بالك بالتنقيط بيستخدم اقل كميه ميه ممكن. اقل كميه ميه. لا فكره كمان ان انا اكون بشتغل في مصنع بويات وباكل من زرع بيطلع جوه المصنع، ده شهاده بيئيه عظيمه جدا. يعني حضرتك لو جيت بلحه واكلتها ده انت بتقول انا مصنعي امن وما بيلوثش البيئه. على فكره في مشكله هنا في بورسعيد كلها. بورسعيد كلها بتحب البلح بتاعنا لا تتخيلوا. بلح ده نوع يا فندم البلح؟ برحي. بلح برحي. برحي بس النخل كبير. برحي وسلمي. برحي وسلمي وزغلول. بس الناس كلها بتحب البلح مزروع من امتى يا فندم البلح؟ مزروع من 20 سنه. احنا عرفنا البلح يعني من يوم ما جيت هنا. احنا عرفنا البلح ده من 5-6 سنوات بدا يدخل مصر. لا انا ما اعرفش ان هو تاريخه قديم. لا انا زرعه هنا من سنه 2000. سنه 2000 موجود كبر يعني. وعندي سلمي بقاله 30 سنه، كنت زرعه في الانطره ونقلته لما جيت هنا.
سلمي. المهندس محمد السيد رئيس جمعيه او جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعيه في بورسعيد، ورئيس جمعيه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في بورسعيد ايضا، التي امتدت الى 3 محافظات هي دمياط والدقهليه، وقدر يعني يمول اكثر من 160 الف حاله. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك وفخورين برحلتك وبرحله العطاء الكبيره جدا، ونتمنى مزيد من النجاح والتوفيق وان تمتد يد رجال الصناعه الكبار الى مزيد من الدعم والتمويل للمشروعات الصغيره والمتوسطه. شكرا جزيلا لك. واهلا بكم. شكرا لك. لما يجيلك رسالة انك كسبت جايزة من الاهلي بوينتس وتدخل معلومات بطاقتك البنكية، يبقى بتوقع نفسك في المصيدة، كأنك حبست نفسك في قفص عصافير، او زنقت ايدك في برطمان، او قفلت على نفسك كبوت العربية، او ربطت نفسك، او اصطدت نفسك بشبكة. ما تخليش نفسك صيدة سهلة. البنك ما بيبعتش رسائل تطلب معلومات بنكية من الاهلي بوينتس او من اي خدمة بنكية تانية. لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. حكايات بنكتب بدايتها، ماشيين وراها في سكتها، عايشين بروحها وقوتها، ومكملين سوا من سنين. بنروح أي محافظة ونعيش لحظة بلحظة، أجيال واعية وحافظة، وبقلب دول شغالين. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اكسسوار ونجف ورخام، كله بيحكي ويتحكى بيه، وحديد مصر لا يعلى عليه. مصانعنا دي مش عايزة كلام، مزارعنا تملي في تطوير، والأحذية بقى والسجاد مشهد كل لما بيتعاد، نلقى أملنا في بكرة كبير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.